تعرفي ايه هو ده؟ ده مسدس الاتاش، مش مسدس لعبة، ده مسدس بجد. عارفين بيطلع طلقات. نتكلم جد بقى شوية. اهلا بيكم في قناتي. انا دودي موريس او وداد موريس. اهلا بيكم. لو اول مرة تعرفوني، دي قناتي واتمنى ان انتوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس على الكل، وهتتعلموا حاجات كتيرة مفيدة معايا من بداية الخياطة من الف ب. النهاردة هنتكلم عن مسدس الاتاش. نزلت القاهرة ورحت حارة المزين، حبيت اشتري حبة حاجات للخياطة، حبة حاجات تنفعني وتسهل الامور معايا في الخياطة، لانه الدبابيس والإبر والحاجات دي كلها مش مجدية خالص. أولا بتقع وبتتنسي في القماش، وممكن حد يتشك منها، وممكن حاجة تقع في سجاد تحت تدوسي عليها. المهم حواديت كتيرة من الإبر والدبابيس. أنا يعني خفت منها كتير، وحصل لي إصابة قبل كده في رجلي بسبب إني دوست على إبرة. تمام. النهاردة أول حاجة أنا اشتريتها في حارة المزين هي مسدس الأتاش. ده نوع ممتاز جدا. انا كنت جربت نوع قبل كده، للامانه ما استحملش اسبوع معايا وباظ واترمى. النوع ده ممتاز، نوع مستورد، هو سعره اغلى شويه، يتراوح من حوالي 300 350. النوع ده مستورد، مش صيني، هو الماني غالبا. انا جبته، انا مطمنه جدا ليه، لانه انا جربته هناك في المحل عند الراجل، واتراهنا عليه انه لو انا عملت ان شاء الله 1000 طلقه في نص ساعه هيستحمل معايا، ومش هيبوظ ولا يتكسر ولا الكلام ده كله. تمام. انا فرحت جدا بيه وابتديت اجرب فعلا. ولما ابتديت يعني اشتغل بيه فعلا، حسيت بالفرق جامد بينه وبين الانواع التانية اللي هي بتتباع ب100 و120 جنيه. تمام. النوع ده ممتاز. يعني اهو انا مش بعمل اعلان ليه او كده، بس انا حابه اوريكي انه ده فعلا نوع كويس خالص. تمام. المسدس ده بيتكون من اول ما هنفتح العلبه بيتكون من المسدس، ومعاه الإبرة بتاعته. الإبرة طبعا مجوفة من جوه، فيها إبرة تاني هي اللي بتطلع الطلقة من المسدس. المسدس ده سعره ممتاز جدا، وفي منه كمان أنواع، في كمان اللي طلقات كبيرة، يعني في الطلقة اللي هي بتبقى 10 سنتي 5 سنتي، حاجات اللي بيستعملوها المحلات في الفساتين في الموديلات. ده تركيب المسدس بتاعنا. ادي الإبرة بتاعته. الإبرة دي ليها غطا بلاستيك لازم يتحط عليها عشان تحافظ على الإبرة بمنتهى البساطة. المسمار الصغير، الإبرة بتتمسك بالمسمار الصغير ده. يا رب يكون واضح اهو. لازم تشدي عليها جامد، تلفيها جامد علشان تمسك معاكي الإبرة. الإبرة لو مش ماسكة كويس، لو مش داخلة في مكانها صح ومش ماسكة كويس، ممكن تنطر منك وما تشتغلش. الإبرة مجوفة، في إبرة تاني جوه بتدفع معاكي الطلقة. إيه هي الطلقة؟ هي الحلقات البلاستيك الصغيرة دي، اللي هي ماسكة عمود ماسك معاكي في مسدس الأتاش. ده علبة الطلقات. طبعا الاسم بس هو كده، ولكن هي عشان بتطلع البلاستيكة دي بتطلع بطلقة بدفعة جامدة من المسدس للقماش، فهي اسمها طلقة. تمام. العمود ده بيتراوح من ممكن يوصل لحد 100 طلقة أو لحد 50 حسب طول العمود معاكي. الطلقة البلاستيك احنا بنجيب النص سنتي، علشان هي اللي تبقى معاكي في القماش، تمسك طبقتين او 3 بالكتير في القماش. تمام. وممكن تتشال بمنتهى السهولة. كل ما الطلقة دي بتكبر بتبقى ليها استخدامات تاني، يعني في 15 سنتي، في 10 سنتي، في 5 سنتي، 2 سنتي. كل حاجة من دول ليها استعمال. وطبعا الملابس الجاهزة في حاجات كتيرة المصانع والحاجات دي بتستخدم للملابس الجاهزة الطلقات دي. تمام. انا جبت علبتين من الطلقات دي، طبعا ما تفرقش من بعض. العلبة دي من دي ما تفرقش اكتر من عدد العواميد بتاعت الطلقات. يعني ممكن علبة منهم تبقى فيها 100 عمود، وكل عمود مثلا فيه 50 طلقة او 100 طلقة حسب الطول بتاعه. بنستعمل ازاي العمود ده او عمود الطلقات ده؟ بندخله في مسدس الاتاش، وببتدي اجرب معاكي المسدس ده بيشتغل ازاي. انا هو عملت واحدة
طبعا قبل ما ابتدي التصوير معاكم. انا كنت جربته كتير عند الراجل للامانه، وجربته لما رجعت بيتي وابتديت ان انا اجربه. تمام. المسدس لو هو مش داخل كويس في القماش، بصي بيعمل ايه؟ بالطلقه ما بتدخلش في مكانها بالظبط. تمام. بتعفري عشان توصليها. لازم المسدس يدخل لنهايه القماش كده، وبتضغطي على المسدس بتطلع الطلقه. تمام. اهو هنجرب واحده تاني. ادي بصي الطلقه دي عشان الابره ما دخلتش لنهايه القماش. شوفي ادي طلقه بايظه وطلعت بره القماش. بصي هنا لما دخلنا الابره لنهايه القماش اللي وصلت لايه. هنجرب واحده تانية اهو. ادي في نص الابره كده، بصي مش ضغطه كويس، فالابره هوفت معانا الطلقه. تمام. لازم الابره تدخل لنهايه القماش ويبقى واصل لنهايه الابره، والطلقه بتدخل مظبوطه في القماش. اهو مره تاني اهو، بصي بمنتهى البساطه. المسدس سهل جدا، بسيط جدا. لو انت عايزه تتعلمي خياطه هيبقى سهل معاكي. هينفعك في ايه؟ طيب لو انا عايزه افك القماش، خلاص انا عملت بدل السراجه وبدل الدبابيس وبدل ده كله كده بمنتهى البساطه اهو. متين ماسك معاكي كويس خالص بمنتهى البساطه. بالمقص وبطير طرف الطلقه كده، وبتطلع معايا بدون ما تبوظ القماش، بدون ما تخرمه، بدون ما تسيب اي اثر. كل حاجه بتبقى زي ما هي بالظبط، بترجع زي ما هي كانت بالظبط. بستخدمه في التل، بستخدمه في الكافيار، بستخدمه في القماش اللي طبقتين وثلاثة. كل ده بستخدمه مع مسدس الاتاش. بجد حاجة ممتعة في الشغل وحاجة جميلة. بحط الغطا البلاستيك للإبرة، اولا عشان ما تتعوريش، تانيا عشان احافظ على الابره، لانه لو اتكسرت هبقى مضطر ان انا اغير الابره مره تاني. الابر متوفره برضو في حاره المزين لما انا اشتريت هناك. الابر متوفره، قطع الغيار متوفره بتاعته. المهم ان انت تجيبي نوع كويس، نوع ممتاز في الشغل. والطلقات دي تبقى حاجه كويسه، بلاستيك كويس، ما يبقاش في بلاستيك ناشف ممكن الطلقه تتقصف او تتكسر، ما تكملش معاكي دخولها في القماش. ده مسدس الاتاش بتاعنا النهارده اللي انا اشتريته، وانا سعيده ان انا اشتريته، لانه هيوفر معايا كتير في الشغل وفي المجهود. وانت كمان لو انت بتتعلمي الخياطه، هاتي حاجه زي كده هتوفر معاكي افضل من الدبابيس والابر والسراجه والحاجات دي كلها. هيوفر معاكي وقت ومجهود. المسدس مش غالي، المسدس حوالي من 300 350. علبه الطلقات دي بتتراوح من 50 ل 100 حسب العدد بتاع العواميد بتاعت الطلقات اللي من جوه. حاجة زي كده فعلا هتفيدك، وأتمنى تكون الحلقة بسيطة وسهلة واستفدت منها معلومة كويسة. من فضلك لايك وشير، واكتبي في كومنت أي سؤال انت حابة تعرفيه، وأنا معاكي خطوة بخطوة. هنتعلم الخياطة مع بعض، وهشرح لكم أنا جبت إيه من حارة البزين. شكرا ليكم ونورتوني.